أم نبيلة السيد في فيلم البحث عن فضيحة. عواطف رمضان الممثلة والمطربة وزوجة الرجل المهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، يا ريت اللي يشوف قناتي أول مرة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. قناتي أخبار المشاهير. ولو عجبكم الفيديو لايك ومشاركة للفيديو. النهاردة هنتكلم عن فنانة من الفنات اللي هم يعني مهمشين ومش واخدين حقهم في الفن. هي الفنانة عواطف رمضان. عواطف رمضان ممثلة ومطربة وزوجة رجل مهم. الفنانة عواطف رمضان واحدة من الفنانات المهمشات في السينما المصرية، وربما لا يتذكرها الكثيرون، ولكن بالتأكيد هنتذكرها على الفور حينما نعلم ان هي الفنانة اللي أدت دور والدة الفنانة نبيلة السيد في الفيلم البحث عن فضيحة. ويقال انها قد ولدت بمحافظة الغربية في يوم 11 ابريل، وذكرت العديد من المصادر انها اتولدت في سنة 1930، ولكن ابنها الأستاذ محمود أحمد مجاهد بيقول إنها ولدت في سنة 1935. ودرست الفن دراسة أكاديمية، حيث تخرجت في المعهد العالي للتمثيل، المعهد العالي للموسيقى، يعني اتنين تخرجت من ده وده. ورغم كونها مجهولة للكثيرين ولا يتذكرها إلا القليلين من هواة الأفلام والمسرحيات القديمة، حيث كانت من الفنانات المهمشات التي لا يكاد يعرفهن أحد رغم موهبتهم الكبيرة. ورغم أنهن كن في أعمالهن الفنية مثل الملح في الطعام، فقد لا يراه أحد، ولكن بتستسيغ الطعام، لا تستسيغ الطعام بدونه. الفنانة عواطف رمضان لم يكن اسمها يكتب في الغالب على الأفيشات أو تترات الأعمال اللي بتشارك فيها، وكانت بتظهر في الأعمال الفنية في مشهد ولا مشهدين أو 3 على الأكتر، وبتنطق بكلمات معدودة، ولكنها بفضل تميزها ربما يتذكرها المشاهدون مثلما يتذكرون أبطال الأعمال التي تشارك فيها، رغم أن اسمها غير معروف للكثير. شاركت في عدد من الأعمال السينمائية، منها لحن الوفاء، زقاق المدق، البدرون، فوزية البرجوازية، السادة الرجال. أدت فيه دور أم الفنانة معالي زايد، ولكن يظل أشهر أعمالها السينمائية هو فيلم البحث عن فضيحة، الذي أدت فيه دور زوجة الفنان محمد رضا وأم مسعدة اللي كانت بتبحث عن عريس، وأدت دورها الفنانة نبيلة السيد. شاركت في عدد كبير من المسرحيات، منها سكر زيادة، خد الفلوس واجري، أنا فين وانت فين، ونرجس اللي أدت فيها دور أم الفنانة سهير البابلي. وتظل مسرحية أنا وهو وهي أشهر أعمالها المسرحية، أدت فيها دور المعلمة زوجة المعلم عفيفي أبو ركبة، وكان دورها هذا مميز حيث شاركت فيه الفنان الفؤاد المهندس، وكان المشهد بحق من أجمل مشاهد هذه المسرحية. كما شاركت في عدد من المسلسلات التلفزيونية، منها عادات وتقاليد، البوسطجي، قلب من ذهب، والجميل، إنها كانت بتتمتع بصوت جميل وقامت بالغناء في بعض المسرحيات، ويوجد لها عدد من التسجيلات على اليوتيوب، لعل أشهرها أغنية والله تستاهل يا قلبي، التي لحنها الموسيقار سيد درويش. الجدير بالذكر ان الفنانة عواطف رمضان كانت متزوجة من احد كبار قيادات حزب العمل الاشراقي، وهو الاستاذ احمد مجاهد، اللي توفى في اواخر سنة 1996. وقد حزنت عليه زوجته بشدة، واصيبت بمرض المرارة، وتحدد لها موعد عملية جراحية لاستئصالها، ولكن كان القدر اسرع اليها، حيث حدث لها نزيف اثناء عملها، منظار لتجهيز للعملية الجراحية. توفت إثر حدوث ذلك النزيف في يوم 4 فبراير 1997، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى 31 لرحيل والدتها، الله يرحمها. شكرا لكم أصدقائي الأعزاء. يا ريت يشوف قناتي أول مرة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.